بطل القصة والليلة والفيديو بتاعنا شخص واحد قدر يهز كيان دولة كاملة، قدر يقذف الرعب في قلوب الكيان بالكامل. من هو هذا البطل؟ هو الشهيد البطل رحمة الله عليه محمد صلاح إبراهيم. محمد صلاح إبراهيم ابن محافظة القليوبية المقيم بعين شمس. كان في يوم فجر الجمعة الماضي في مقر خدمته كفرد أمن في الجيش المصري. كان محمد بيأمن الحدود، فسمع أصوات غريبة، تقريبا شعر وكأن في عملية تهريب أو في شيء غريب. فقام محمد حسب الرواية المصرية والإعلام وسائل الإعلام المصري، وكمان أكدها وسائل إعلام الكيان الصهيوني، كمان أكد الرواية دي. الرواية الثانية، أحد أصدقاء محمد أو أقاربه قال إن محمد حكى له عن موقف حد من أصدقائه كان استشهد، جندي زيه كان استشهد في نفس المكان، وكان محمد بياخد بالثأر. خلينا نتكلم في الرواية الأولى اللي كل الناس تحدثت عنها. الرواية بتقول إن محمد فجر الجمعة الماضي الموافق 2/6/2023 كان في مقر خدمته وكان بيأمن الحدود المصرية الإسرائيلية. شعر محمد بأصوات غريبة، بدأ يتفقد هذه الأصوات ويشوف إيه الموضوع. قطع البطل 5 كيلو متر داخل المنطقة أو الأراضي الإسرائيلية. أول برج محمد وصل إليه اشتبك مع الجنديين اللي قدامك في الصورة وقام بقتلهم. طبعا جت قوة تعزيزية لأن الاتنين ماتوا وما بيردوش على اللاسلكي. تبادل إطلاق النار حصل مرة تانية، وفي المرة دي برضو محمد قتل الضابط الثالث وأصاب 2 من الضباط الإسرائيليين، وبعدها لقى حتفه استشهد البطل الله يرحمه رحمة الله عليه. وكما ذكرت وسائل الإعلام المصرية الموثوق بها والجهات المسؤولة المصرية من وزارة الدفاع أو الجيش المصري، إن شاء الله خلال الأسبوع القادم هيكون في تحقيق مكثف وهتكون الحقيقة مطروحة أمام الجميع إن شاء الله، وهو فيكم بالتفاصيل. أستودعكم الله لحد الأسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.